مساء الفل ومساء الورد عليكم. استمتاع بمباريات دور الثمانية ذهابا وإيابا، واتفرجنا على نهائي مبكر ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأكيد هنتكلم على كل المباريات، ولكن خلونا كده نتكلم من أول مباراة برشلونة وفريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اللي بيكرر فوزه برباعية على برشلونة في الكامب نو زي ما عمل قبل كده الأمر ده في 2021، ومبابي دايما اللي بيكون عامل الحسم في المباريات اللي بتبقى متواجدة في أسبانيا مع كل الفرق الإسبانية اللي بيتواجدوا معاها. فريق باريس سان جيرمان بيسجل برضه في المباراة، وإن كان من وجهة نظري أنا بعتبر نجوم المباراة من فريق باريس سان جيرمان فيتينيا اللي بيتألق لتاني مباراة على التوالي، واللي بيسجل تاني اهدافه في دوري ابطال اوروبا في المجمل وحتى كمان في الموسم ده، وعثمان ديمبلي. وعثمان ديمبلي ده بقى اللي غريب جدا جدا جدا، وكانه بيلعب بروح وجرينت امام برشلونه، لدرجه يعني انا شفت تدخلات على عثمان ديمبلي اقل من كده واضعف من كده لما كان في صفوف برشلونه، ولكن كان بيصاب وبيصاب لفترات طويله. ولكن المره دي مش عارف، مش لاقي لها تفسير الا ان عثمان ديمبلي كان بيلعب المباراه عندا بقى في جمهور برشلونه، ما تفهمش ايه السبب في كده. كان من المتالقين برضو، سجل هدف وتسبب في ركله جزاء امام فريق برشلونه. وعلى عكس المباراه الاولى اللي تفوق فيها برشلونه 3-2، هنا يجي الدور اللي خلى باريس سان جيرمان يظهر افضل. طبعا قبل ما اقول الكلام ده، اكيد اللي بيتابعني هيقول لا، اهم حاجه حصلت في المباراه طرد اراوخو. طبعا انا دي متاكد منها مليون في الميه، ولكن قبل مساله الطرد وعلى مساله التشكيله، في بعض التغييرات اللي طرأت من لويس انريكي خلت الامور تبقى بشكل افضل الى باريس سان جيرمان، اللي استغل مساله الطرد والنقص العدد اللي موجود عند برشلونه، رغم ان برشلونه تحسن دفاعيا في الفترات الاخيره في بطوله الدوري. يمكن تقريبا اخر 6 مباريات ما بيخشش فيه اهداف في بطوله الدوري، ولكن امام باريس سان جيرمان بسبب النقص العدد والتغييرات اللي طرأت، ممكن بقى دي فيها وجهات نظر او لا، اللي هو التعديل اللي عمله تشافي هرنانديز في المباراه. طب خلونا نبتدي الاول من التغييرات اللي عملها لويس انريكي. لويس انريكي مش بيعاند، يعني هو شاف في المباراه الاولى ان كيليان امبابي واحد من اهم الاسلحه بتاعته كان عنده مشكله كبيره جدا في مواجهه جول كوندي ومواجهه اراوخو. ليه؟ لانه كان بيلعب ناحيه الطرف الشمال او وينج شمال، فبالتالي الراجل قام على طول فكر، قال لك اسينسيو اللي لعب شوط اول في المباراه اللي فاتت ما كانش جيد في مساله المهاجم الواحد. طلع اسينسيو، لعب كيليان امبابي وجاب باركولا. باركولا واحد من مفاجآت الشوط الثاني في مباراه برشلونه رغم تفوق برشلونه، وكمان كان من مفاجآت المباراه ككل في المباراه اللي كانت امام برشلونه في الكامب نو. كان مزعج بشكل كبير جدا للناحيه اليمين الدفاعيه لفريق برشلونه. فالتعديلات اللي زي ديت مع رجوع اشرف حكيمي، اللي هو واحد مش بقى من الاسلحه الدفاعيه الجيده، لا ده واحد من اهم الاسلحه الهجوميه اللي دايما مكمل، وكمان استغل حاله الطرد بقى عشان النقص العدد. اشرف حكيمي دايما مكمل على حدود ال 18، فهنا كان في برضه مشكله في المباراه الاولى. ماركينيوس ايه اللي يلعب باك رايت؟ لا، ماركينيوس يخش في القلب، فبالتالي رجع ماركينيوس للقلب واشرف حكيمي شغل مركز الظهير الايمن. في التعديلات دي ادت شكل مغاير جدا لفريق برشلونه. حدث ولا حرج اللقطه اللي حصلت في المباراه بتاعت اراوخو، اللي انا والله لحد دلوقتي مش قادر اقول هي فيها طرد ولا مش طرد. هل الطرد صحيح ولا الحكم كان قاسي قوي في القرار على تشافي هرنانديز وفريق برشلونه؟ ولكن في النهايه يعني برضو اراوخو كان في حته تهور شويه، يعني ممكن اقول ساعدت الحكم. مش قادر برضو ان انا اجزم بالامر ده. مساله بقى الطرد والنقص العددي ومارتينيز بينزل وبعدين بتخرج لامين يامال. طيب هو لو كان برشلونة عدى اكيد كنا هنقول تغيير عبقري وتغيير رائع وتغيير 100 100 وتشافي هرنانديز بيفكر كويس وي 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 وي، ولكن في النهاية اللي حصل ان التغيير ده ما اضافش كتير. يعني انا او اي حد بيتابع ممكن يقول لك كان ممكن يخرج ليفاندوفسكي، لان ليفاندوفسكي كمان ما بيمرش بفتره جيده في الفتره الاخيره، وكنت تلعب على الطرفين المزعجين اللي عندك، رافينيا اللي سجل الهدف الاول ولامين يامال اللي صنع الهدف الاول وبطريقه اكتر من رائعه، لما راوغ نونو مينيديز اللي برضه مش فاهم نونو مينيديز ليه في لقطه الهدف خد الملعب لجوه وساب طرف الملعب عشان يمر منه لامين يامال يعمل عرضيه للي جاي منطلق رافينيا، اللي يعني ضحك على الاثنين قلوب الدفاع وحط الكوره في النهايه في المرمى. فبالتالي التغييره بتاعت لامين يامال او خروج لامين يامال ونزول مارتينيز عشان تحط حد يلعب مكان اراوخو جنب كوباريس ما كانتش اضافه قويه، لان ما شفناش اي نوع من انواع التحولات لبرشلونه
في الملعب. حدث بقى ولا حرج، جواو كانسيلو واحد من اللعيبه الجيده، وحته ساعات ان هو بيلعب مثلا في مركز الظهير الايسر مش مكانه قوي، ولكن في النهايه عنده اخطاء دفاعيه بالجمله. جواو كانسيلو، فاكرين لما كنا بنتكلم قبل كده في الحلقه اللي فاتت عن زينتشينكو؟ لعيب جيد وممكن يديك اضافه هجوميه، ولكن دفاعيا عنده مشاكل، ومشاكل كتيره جدا جدا. نفس القصه، سبحان الله الاثنين وارد جوارديولا من مانشستر سيتي، نفس القصه بالظبط. تبص على اللقطات بتاعت اللي حصلت في المباراه، لقطه الهدف الاولاني هو كان غايب تماما عن مساله الضغط على عثمان ديمبلي اللي قدر ان هو يسجل الهدف الاول. طيب، لقطه ركله الجزاء، تهور كبير جدا جدا ان انت تعمل تاكلينج بالطريقه ديت على عثمان ديمبلي داخل ال 18، ادت في النهايه ان ركله الجزاء بتحتسب لفريق باريس سان جيرمان، وبتصعب المأموريه اكتر واكتر على الفريق. فبالتالي مع كل الحاجات اللي احنا بنحكيها ديت، صحيح مساله الطرد كانت في المقام الاول غيرت من شكل المباراه تماما، مساله التماسك الدفاعي اللي كان عليه برشلونه راحت بسبب النقص العددي واراوخو لما طلع من المباراه، مساله التغييره بتاعت شافي هرنانديز اللي ممكن نختلف ونتفق عليها، دي مش مربط الفرس، ولكن والتعديلات كمان اللي قدر ان هو يعملها لويس انريكي في المباراه الثانيه عن المباراه الاولى. كل ديت امور ساعدت ان احنا نشوف باريس سان جيرمان اللي كان عنده مشكله كبيره جدا في البطوله بدات من دور المجموعات. يعني اللي كان يشوف دور المجموعات يقول باريس سان جيرمان هيبقى متاهل وبكل سهوله، لان كان معاه بروسيا دورتموند، كان معاه ميلان، كان معاه نيوكاسل يونايتد، ولكن اتصعبت عليه المجموعه بشكل كبير. وفي الجوله قبل الاخيره في الدقيقه 98 وركله الجزاء دي، انا اعتقد ان ممكن لو باريس سان جيرمان ذهب لابعد من ذلك وقدر يحقق اللقب، اعتقد ان اللقطه اللي كانت امام نيوكاسل يونايتد والتعادل بركله الجزاء اللي يعني كان عليها لغط برضه شويه في الوقت ده، اعتقد ان دي هتبقى اللقطه الفارقه، لان التعادل ده اللي هو ادى لباريس سان جيرمان التاهل بثمان نقاط زيه زي الميلان، ولكن يعني فارق الاهداف او اعتقد الواجهات المباشره هي اللي خلت فريق في الاخر باريس سان جيرمان هو اللي يعبر دور المجموعات مع فريق بروسيا دورتموند في الوقت ده، عشان باريس سان جيرمان يكمل ويتواجه مع ريال سوسيداد ثم يتواجه مع فريق اخر اسباني، وكمان المره دي هيتواجه مع بروسيا دورتموند. فالامور متاحه تماما ان احنا نشوف باريس سان جيرمان، وان كان باريس سان جيرمان عانى بشكل كبير جدا جدا امام بروسيا دورتموند في دور المجموعات، ولكن اعتقد ان لكل مقام مقال. يعني اعتقد ان الامور الفنيه دلوقتي هتختلف بشكل كبير جدا، وان كان بروسيا دورتموند لحد دلوقتي بيأدي بشكل اكتر من رائع. صحيح في الادوار الاقصائيه تقابل مع بي اس بي اندهوفن، وده لسه هنتكلم عليه، وتقابل مع اتلتيكو مدريد، ولكن في دور المجموعات قدر ان هو يعمل دور مجموعات جيد مع ايدن تيريزيتش المدير الفني الصغير في السن ال 41 سنه، وبيرجعنا بروسيا دورتموند للصعود مره اخرى للمباراه قبل النهائيه زي ما كان بيعملها قبل كده، وفي تواجد الماني اخر. يمكن النهائي اللي اتلعب في 2012 2013 كان بوجود فرقتين المانيتين زي 19 20، وده برضه هنتكلم عنه. خلصنا كلامنا عن مباراه باريس سان جيرمان وفريق باريس سان جيرمان وبرشلونه والخروج المؤلم لبرشلونه، اللي انا اعتقد ان الموسم بيتأزم بشكل كبير جدا. ممكن لقطه زي لقطه اراوخو ديت كانت ممكن تخلي برشلونه يقدر يعبر المباراه ديت، وبعدم النقص العددي اللي موجود كان ممكن الامور تبقى مختلفه. الامور متصعبه في الدوري بشكل كبير على برشلونه، فرق الثمان نقاط ما بينه وما بين ريال مدريد، ومباراه الكلاسيكو القادمه كمان اعتقد انها ممكن تحسم الامور بشكل كبير. وحتى لو لم تحسم الامور بشكل كبير لصالح ريال مدريد، اعتقد ان فرق الثمان نقاط بيدي هامش كبير جدا لفريق ريال مدريد من اجل التتويج واستعاده لقب الليجا الاسبانيه. كنا لسه بنتكلم عن بروسيا دورتموند بيقدر يعبر مباراه اتلتيكو مدريد مع ايدن تريزيتش اللي بيتواجه مع ديجو سيميوني بعد ما عدى عقبه قويه جدا وهو وصيف البطوله اللي فاتت انتر ميلان، وعمل مباراه كبيره جدا في واندا متروبوليتانو. ما قدرش ان هو في السجن الادنى دارك ان هو يقدر يعمل الشيء اللي يوصله للمباراه قبل النهائي. ويبدو كده ان بطوله يعني دوري ابطال دي عصيه دايما على اتلتيكو مدريد اللي خسر ثلاث نهائيات، بدات من خساره نهائي 74 بعد مباراه معاده امام بايرن ميونخ، كان بسيناريو كده مجنون، هم كسبانين 1-0 لويس اراجونيس، ثم بيتعادل جورج شفارزنبيك في الثواني الاخيره، تذهب المباراه تعادل، المباراه الوحيده في تاريخ البطوله على فكره اللي تم اعادتها اللي هي كانت سنه 74،
وبيفوز باكتساح اولي اوينس يسجل هدفين وجيرد مولر بيسجل هدفين عشان يفوز بايرن ميونخ باول القاب مع اودولاتيك بنتيجه ال 4-0. بروسيا دورتموند عمل مباراه كبيره جدا جدا ولعب على نقطه الضعف اللي كانت موجوده عند اتلتيكو مدريد، هي في مركز اللي كانت ما بين مركز الظهير الايمن وقلب الدفاع، وكان كل الهجمات اغلبها الهدف الاول اللي سجل كان جاي عن طريق الناحيه دي براندد وجوليان براندد، وبعد كده ايان ماتسن الظهير الايسر القادم من فريق تشيلسي كمعار برضه بيستقبل تمريره سابيتزر عشان يقدر يسجل الهدف الثاني. حتى لقطه الهدف الثالث الرفعه اللي اترفعت لفول كروج جايه برضه من ناحيه مركز الظهير الايمن، وهم يبدو انهم كانوا مذاكرين كويس قوي فريق اتلتيكو مدريد، وقدر كمان سابيتزر بيسجل هدف عشان يبقى واحد من نجوم المباراه بيصنع وبيسجل. في مباراه اتلتيكو مدريد عدل المباراه بشكل جيد بعد ماتس هوملز ما سجل في مرماه، وماتس هوملز كان صنع يعني هدف، وفي الهدف الثاني قدروا ان هم يسجلوا عن طريق خوان كوريا، ولكن ضياع الفرص برضه كانت غريبه جدا. خوان كوريا بيضيع كان انفراد، الفارو موراتا بيضيع انفراد، فبالتالي بنشوف خامس الدوري الالماني بيقدر يعبر عقبه رابع الدوري الاسباني، والاثنين كانت امورهم مش طيبه بالمره في بطوله الدوري سواء في المانيا او في اسبانيا. ولكن بروسيا دورتموند اللي ما كانش حد متخيل من البدايه من قبل دور المجموعات ان يكون واحد من الفرق اللي بتقدر تعبر دور المجموعات. نروح لمباراه بايرن ميونخ وفريق ارسنال. ارسنال بيتلقى ضربتين موجعتين بصراحه في اقل من اسبوع، خساره من استون فيلا في ملعب اميريتس علشان الاهداف بتاعت ليون بايلي، وكمان الهدف بتاع واتكنز يعني بيقللوا حظوظ ارسنال بشكل كبير في بطوله الدوري، وكمان في دوري الابطال بيغادر البطوله اللي كان غاب عنها الفتره، وبيعود مع ميكل ارتيتا اللي اول مره بيلعب البطوله كمدير فني امام فريق متمرس في البطوله بشكل كبير، فريق يمكن كان حامل اللقب 19-20 بايرن ميونخ. والبعض بيقول ان بايرن ميونخ يعني هو على الورق الارسنال هو اللي كان يصعد، لان الارسنال هو كان افضل طول الموسم، ولكن في المراحل الحاسمه فريق زي بايرن ميونخ ما تامنش شره تماما. صح في لعيبه غايبه زي جنابري وكينجسلي كومان، والفريق بعيد عن مستواه حتى جماعيا وفرديا، وفرط في بطوله الدوري بعد فوز بلقب الدوري الالماني 11 مره، وفريق تقدر تقول عليه ان مستواه مش هو نفس المستوى اللي كنا بنشوفه في السنوات الاخيره السنه دي مع توماس توخل. ولكن يعني بايرن ميونخ دول فريق غريب وعجيب. يعني انا افتكرت حاجه اثناء المباراه، ان تاني مره بايرن ميونخ بيحقق لقب دوري الابطال. احنا قلنا اول مره كنا لسه بنحكي عليها من شويه لما فازوا على اتلتيكو مدريد موسم 73 74 مع اودولاتيك. تاني مره مع ديتمار كرامر المدير الفني اللي كان قبلها يمكن بسنه كان ماسك منتخب مصر. طيب ديتمار كرامر عمل ايه؟ ديتمار كرامر وجه بانتقادات حاده في موسم 74 75 لان فريق بايرن ميونخ في الوقت ده من 34 مباراه 14 فوز 14 هزيمه، انت كده بتتكلم في 28 اهو، وتقريبا 6 تعادلات، فطلع المركز الكام؟ العاشر. وانتقادات بقى بالجمله بايرن ميونخ اللي لسه واخد دوري الابطال، وبدات تظهر بقى ايه ملامح الفريق القوي في المانيا، لان اللي كان لحد نص الستينات بايرن ميونخ كان بيلعب درجه ثانيه على فكره، وما كانش واخد الدوري قبل كده الا سنه 32 مره واحده. ولكن الفريق بقى من اخر الستينات بيفوز بكاس الكؤوس الاوروبيه وبيظهر ملامحه وبيفوز بدوري الابطال، فيطلع مركز عاشر كانت مشكله مفاجاه كبيره. ولكن في نفس السنه اللي كانوا فيها مركز عاشر فازوا بلقب دوري الابطال مره ثانيه على التوالي مع ديتمار كرامر لما فازوا على نادي ليدز يونايتد بنتيجه 2-0، وكرروا كمان الفوز باللقب في الموسم اللي بعديه اللي هو 75 76. فبالتالي بايرن ميونخ ما لهمش مالكه في الحاجات اللي زي دي. بايرن ميونخ بيقدر يستغل ممكن انصاف الفرص، او اللي هو لو هو بعيد يقدر يعود للواجهه من جديد. يمكن حتى كمان لقطه الهدف اللي سجله جوشوا كيميتش، انا مش عايز الوم قوي على مارتينيلي اللي بعيد عن مستواه بعد ما سجل اخر هدف ليه في بطوله الدوري امام شيفيلد يونايتد، ولكنه كمان ما سجلش من بعد دور المجموعات. ولكن مارتينيلي يعني خطا مركب. لوروا سانيه جاي من الناحيه اليمين الهجوميه بيرفع الكوره ما ضغطش عليه بشكل كويس، الكوره بتروح لجاريرو، جاريرو بترجع له الكوره عشان يعمل عرضيه من الناحيه الشمال، اللي جاي منطلق من ظهر مارتينيلي مين؟ جوشوا كيميتش. هو ولا شايفه ولا اتحرك ولا ضغط ولا دافع، فبالتالي جوشوا كيميتش قدر ان هو يسجل من الضربه الراسيه اللي كان قبلها يمكن كمان كان في ضربه راسيه جت في القائم الايمن لرايا حارس مرمى ارسنال كانت ممكن تخلي بايرن ميونخ في المقدمه.
بالتالي كمان مش عايز اقول الاكليشيهات بقى بتاع فرق الخبرات وتوماس توخل بطل دوري الابطال سنه 21 مع تشيلسي ومع ارتيتا، ولكن انت لما تبص لها تحس ان فعلا ممكن لعيبه متمرسه بشكل كبير في دوري الابطال، ومع لعيبه لسه بتقول يا هادي. السنه اللي فاتت حتى خرجوا من الدوري الاوروبي امام سبورتنج لشبونه، السنه دي بيعبروا بورتو في دور ال 16 بصعوبه شديده بركلات الترجيح. والله ممكن ده يكون من العوامل، ولكن مش هو العامل الاساسي، لان واضح ان ارسنال تراجع في الفتره الاخيره. الواضح كمان في الشوط الثاني امام استون فيلا ان هم متراجعين بشكل كبير قوي بدنيا، اثر عليهم في المباراه. نفس الوضع لما تروح تلعب في الاليانز ارينا وما تستغلش ان انت تكسب في انجلترا وتتعادل نتيجه ال 2-2، فما تلومش الا نفسك في مباراه انت تواجه بقى مع فريق وجمهور شرس جدا في دوري الابطال. فاعتقد ان ممكن كان ارسنال يعبر المشوار ده. كان وارد جدا، وهو كان على الورق قبل المباراه كان هو الطرف الافضل، ولكن الظروف اللي بيمر بيها ارسنال الفتره الاخيره مأثره عليهم بشكل كبير، وتراجع مستوى بعض النجوم. رغم ان احنا يمكن لحد قبل مباراه استون فيلا كان ارسنال مبدع وممتع، ولكن الفريق اللي ما بيحافظش على نفس النسق بتاعه طول احداث الموسم اكيد بيتاثر في الفوز ببطولات. ارسنال غادر الاف اي كاب، ارسنال خسر الكارلين كاب، ارسنال يعني شبه مش قاب قوسين او ادنى ان هو ممكن ما ياخدش بطوله الدوري، ووارد ممكن ياخدها برضه بيطلع كمان في دوري الابطال. ولكن في النهايه اهم حاجه تلزم المتابع الارسنالاوي بقى العتيد اللي بيشجع ارسنال ان انت بتتفرج على فريق بيكبر. فريق لو اتدعم بشكل كويس وجاه مهاجم كويس وبعض المراكز بتدعم بشكل كويس زي مركز الظهير الايسر، اعتقد ان ارسنال هيكون ليه ووضع جيد جدا في الفتره الجايه. نروح بقى لاخر مباراه، وهي مباراه اللي كل كان بينتظرها، النهائي المبكر مانشستر سيتي وريال مدريد، كارلو انشيلوتي وبيب جوارديولا. ولما تتفرج كده على المواجهه دي اكيد لازم هتتفرج على حاجات مختلفه، بوجهتين نظر مختلفتين تماما، وكلاهما نجح بصوره او باخرى. كارلو انشيلوتي عشان نتكلم فيها بالعقل، لان من امبارح انا شايف حاجات على السوشيال ميديا ان الناس مختلفه جدا. لا كارلو انشيلوتي ده مدرب مقرف ومدرب تعبان ومدرب. طب يا جماعه، هو كارلو انشيلوتي كان مطلوب منه يعمل ايه؟ ينزل يفتح الملعب امام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد عشان يخسر 4-0 زي ما خسر المره اللي فاتت اللي كانت مهينه جدا لريال مدريد؟ اكيد كان لازم يكون في نوع من العقلانيه، ولازم يكون الراجل بيستغل المصادر القوه اللي عنده. الراجل امن ان انا هنزل المباراه العب ادافع، ممكن العب على التحولات زي لقطه الهدف. وهنا في لقطه الهدف لو شفت الفيديو اللي انا اتكلمت عليه الخميس اللي فات، زي ما عدنا دايما زي ما احنا موجودين مع بعض اثنين وخميس، الخميس اللي فات بعد نهايه الجوله الاولى قلت لك في مشكله عند مانشستر سيتي دايما في تلقي الاهداف اللي بيتلقاها من لقطات مباشره من حارس المرمى، بنقله ونقلتين تلاقيهم رايحين يخش فيهم جون فريق مانشستر سيتي. حصلت في نفس اللقطه ديت في المباراه الاولى امام ريال مدريد بهدف رودريجو، وحصلت برضه في نفس اللقطه دي بالهدف الوحيد لريال مدريد بتاعت رودريجو. كوره بتبتدي من لونين ليه كارباخال بيقلب الكوره باستلام عبقري ودوران عبقري من بلينجهام، يقف على كورته بشكل كويس، يطلع فينيسيوس جونيور عشان يضرب مسطره التسلل، يعمل عرضيه، رودريجو يعرف يسجل الهدف. فهنا كان المشكله لسه متكرره. على العكس، المشكله اللي كانت موجوده عند ريال مدريد لما كان فاتح الملعب شويه امام السيتي، لما تلقى هدفين من تسديدات من خارج ال 18 من واحد بيقدر يجيد الامر ده في الفودن اللي كان مسجل 6 اهداف في بطوله الدوري، وكمان معاه جفارديول. الراجل عمل ان هو يقلل المشاكل اللي عنده اللي هو كارلو انشيلوتي، دافع بالاربعه اللي موجودين عنده. بل ان كمان بنشوف فالفيردي ورودريجو بينزلوا عشان يساعدوا الاظهره في المسائل الدفاعيه عشان يجبروا كمان مانشستر سيتي ان ما يلعبش من العمق، لان خطوره مانشستر سيتي اكتر بتبقى من العمق والتسديدات من خارج ال 18، يجبروهم على اللعب من الاطراف. فهنا بقى في الفودن اللي دايما كنا بنتكلم عنه انه بيجيد اكتر لما يلعب اتاكن ميدفيلدر من وسط الملعب، لعب على ناحيه الجناح الايمن ما اداش بالشكل المطلوب. الناحيه الثانيه جاك جريليش ارهق كارباخال، وكارباخال ده كان صعبان عليا جدا والله العظيم في المباراه. رغم من كده لعيب زي ما تقدر تقول عليه كده رجوله، حماسي وعنده رجوله شديده جدا. لما تلعب على جاك جريليش وينزل لك كمان جيرمي دوكو اللي كان كل شويه بيدوروا عليه عشان يسلموه الكوره ويقدر يعمل البربغاء بتاعه وتقدر تكمل لحد ما تطلع بشد عضلي وانت عمال تعافر في المباراه وبالسن بتاعك يا كارباخال، انا اعتقد ان انت كنت واحد من نجوم المباراه. فبالتالي تتفرج على فريق ريال مدريد مشاكله الدفاعيه قلت جدا. حتى انت شايف السيتي مستحوذ على الكره من اول المباراه، ولكن ايه الفرص الحقيقيه اللي قدر يعملها السيتي طوال احداث ال 120 دقيقه؟ كورتين غير الهدف.
كامافينجا بس اخطا في الهجمه، يعني ورب بس كده عن لوكا مودريتش، اسف، ورب كده عن دي بروينا، قدر ان هو يسجل الهدف. تعال بقى اتفرج ايه اللقطات الثانيه. هالاند اللقطه اللي حط فيها الكوره في العارضه، واللقطه بتاعت دي بروينا اللي جاله تسديد داخل ال 18 عند نقطه ركله الجزاء، كان ممكن يترجمها لهدف. غير كده سيطره وشق فريق ريال مدريد حرفيا. يمكن اكتر مباراه في حياتي شفتها لريال مدريد، ريال مدريد شقي في المباراه، ورغم ان هم بيلعبوا يمكن في تقريبا في 30 40 متر، ولكن انت بتتفرج على لعيبه ريال مدريد تعبوا. ده انت في لعيبه اصلا يعني ما بتتعبش زي كامافينجا تعب. بيلينجهام بعد المباراه صرح تصريح وقال لك انا مش حاسس برجلي. على المقابل بقى كمان حتى كمان السيتي تعب، لدرجه ان بيب جوارديولا جه في المؤتمر الصحفي لما بيسالوه عن تغيير دي بروينا وهالاند، قال لهم هم اللي طلبوا التغيير. دي بروينا طلب التغيير، هالاند طلب التغيير، حتى اكانجي كمان طلب التغيير، اللي كان اكانجي طول احداث المباراه ما بيلعبش كمدافع، ده مكمل على طول اكنه لاعب وسط ملعب. فانت بتتفرج على فريق دافع بشكل جيد، وفريق استحوذ وهاجم بشكل جيد، ولكن برضه كان يحسب على مانشستر سيتي 18 ركله ركنيه ما انتش قادر حتى تصنع منهم خطوره. مش هقول لك ان انت تسجل هدف، ما انتش قادر تصنع خطوره. فبالتالي انت ذهبت لركلات الترجيح. ركلات الترجيح هنا يعني ما تقدرش تقول عليها يعني بترجح كفه على الثانيه، او تقدر الفريق اللي ينتصر تقول لا الثاني خلاص بقى كان وحش. لا يا جماعه، بيبقى فيها توفيق وعدم التوفيق. ولكن في ركلات الترجيح هنا يعني انا بتفرج على المباراه كانت في حاجه غريبه. انا اول بقى ما شفت لعيبه كرواتيا داخلين من هنا، كوفازيتش داخل، ومن هنا لوكا مودريتش، قعدت افتكر بقى كرواتيا اللي مبدعه. وعشان بقى كرواتيا كانت مبدعه في كاس العالم 2018 و2022 مع ركلات الترجيح، هوريكم حاجه. يمكن ده كان اخر كتاب ليا، اللي هو كتاب كاس العالم ارقام واحصائيات، وكنت عامل جزء من الكتاب عن ارقام واحصائيات ركلات الترجيح اللي بدات من سنه 76 في كاس العالم لحد ما بدات، لا 76 ما فيش كاس عالم 76، 78 في الارجنتين وما تلعبش ولا ركلات ترجيح فيها، حتى جاءت 82 بدات ركلات الترجيح تظهر لينا في كاس العالم. طيب اكتر منتخبات لعبت بقى ركلات ترجيح: نمره واحد الارجنتين 6 مرات، المانيا 4 مرات، كرواتيا 4 مرات. وهي الصفحه هي حتى اللي فيها الجدول، مش عارف بقى الكاميرا هتجيبها ولا لا، بس ما علينا يعني، تقدروا بقى ممكن تزومهم ولا حاجه. طيب كرواتيا لعبت ال4 مرات في 2018 و2022، مرتين في دور ال 16 والثمانيه و16 والثمانيه، مره امام الدنمارك في 2018 وروسيا، و2022 امام اليابان والبرازيل. لوكا مودريتش لعب كم مره ركلات ترجيح؟ لعب 3 مرات من ال4 مرات، سجل الثلاثه. فلما لقيت لوكا مودريتش بيضيع وهو اصلا مميز في الحاجات اللي زي دي، قلت بقى كوفازيتش بقى كمان يضيع. ما كوفازيتش بالمناسبه ضيع امام روسيا في دور الثمانيه برضه، وبس قدر كرواتيا تعدي روسيا. فكوفازيتش بقى يعني يضيع هو كمان بالمره. ولكن اللي كانت الغريبه بالنسبه لي برناردو سيلفا وركله الجزاء اللي ضيعها بطريقه انا مش مستوعبها لحد دلوقتي. في النهايه انت بتتكلم عن مدربين كبار جدا، سواء ده كسب او ده كسب، يعني مش هتقدر تبخس حق الاخر، لان الاثنين كبار. كارلو انشيلوتي بالخبرات المتراكمه اللي عنده، بيب جوارديولا الراجل اللي ما بيبطلش ابتكار وتفكير دايم، وان كان كارلو انشيلوتي بيبقى ابسط من كده بمراحل. ودي ممكن نبقى نعمل عنها حاجه على فكره، لان كارلو انشيلوتي نفسه عانى شويه من مسائل الضغط التكتيكي مع ريجو ساكي لما كان لاعب في الميلان، ودي ليها قصه طويله قوي مش حابب ان انا اتكلم فيها كده، لان احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه. واللي وصل معاه بقى لنهايه الفيديو انا بشكره شكرا جزيلا. ويعني ده كان ملخص سريع عن مباريات دور الثمانيه في العوده، وننتظر بقى قبل النهائي اللي هيبقى مكرر زي 2012 2013. كان في فريقين المانيين، بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند اللي هم موجودين دلوقتي. بايرن ميونخ قدر يتفوق بنتيجه المباراتين 12 13 7-0 على برشلونه، وبروسيا دورتموند قدر يتفوق في الوقت ده لما كان معاهم يورجن كلوب على حساب نادي ريال مدريد بنتيجه 4-3 في المجمل. وفي النهايه بايرن ميونخ اللي فاز باللقب في 19 20. كان في فريقين المانيين برضه، لايبزيج وبايرن ميونخ، ولكن بايرن ميونخ تفوق 3-0 في مباراه واحده على فريق ليون، وباريس سان جيرمان تفوق 3-0 على لايبزيج اللي كان بيقوده يوليان نيجليزمان، عشان في النهايه يكون برضه بايرن ميونخ هو البطل. انا مش عارف، انا مش بقول ديت عشان تبقى افيه ولو بايرن ميونخ فاز فبالتالي اصل انت قلت في الفيديو الفلاني، انا بقى بستعرض الامر بقى، فاز وما فازوش الامر هيكون صعب تحديده من دلوقتي. مباراه قويه جدا بين بايرن ميونخ وريال مدريد، والمباراه الاخرى اللي هتجمع فريق بايرن ميونخ وريال مدريد، وقلنا المباراه الاخرى باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، واعاده لما حدث في دور المجموعات ما بينهم الاثنين. ننتظر بشغف مباريات
قبل النهائي. بشكركم شكرا جزيلا، وهستناكم زي ما تعودنا كل يوم اثنين وخميس هنبقى موجودين مع بعض ان شاء الله على الشانل في اليوتيوب. السلام عليكم.